أهلا بيكم في جولة عن المرحلة الجديدة في واحد من أهم مشروعات مصر إيطاليا بروبرتيز. النهاردة هنحكي لكم بالتفصيل عن البوسكو سيتي وعن الكونسبت اللي بيقوم عليه المشروع، واللي هو برضو أساس الحياة المريحة في أجمل مدن العالم. قبل ما نتكلم عن المشروع خلوني أقول لكم إننا في مصر إيطاليا بروبرتيز بنبني كل خططنا على تفضيلات العميل، بندرس احتياجاته ونفهم هو عايز إيه بالظبط عشان نقدمه. الفكرة دي كانت سبب رئيسي في نجاحنا وفي ثقة العملاء فينا، سواء في الكوستال بروجكتس زي كاي العين السخنة أو في الكوميرشال بروجكتس زي كايرو بيزنس بارك وجاردن 8 التجمع، وطبعا في الريزيدنشال بروجكتس زي لانوفا فيستا القاهرة الجديدة وفينشي والبوسكو العاصمة الإدارية. الاهتمام الكبير والسيلز العظيمة اللي حققها مشروع البوسكو العاصمة الإدارية هو اللي شجعنا نشتغل على نفس الفكرة بس على مساحة أكبر بكتير وبكونسبت مختلف وفي أهم موقع في مصر حاليا، في مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، وحلقة الوصل بين كل المدن والتجمعات والطرق الجديدة اللي غيرت شكل القاهرة. مشروع البوسكو سيتي واحد من ضمن مشروعات جوه مستقبل سيتي بيبنيها أكبر ريل استيت ديفلوبرز في مصر، اختاروا كلهم مكان واحد وشافوا فيه مستقبل المدن الذكية. مستقبل سيتي موجودة في قلب القاهرة الجديدة، قريبة جدا من شارع التسعين الجنوبي وبتطل على طريق السويس. تقدر توصلها من 4 طرق رئيسية، هما الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي ومحور الأمل، وهي أحدث جيل من المدن الذكية المستقبلية الخضراء في العالم. وغير الموقع العبقري وشبكة الطرق الضخمة المحيطة بيها واللي بتسهل الحركة والتنقل، مستقبل سيتي مساحتها 11,000 فدان، منهم 2,500 فدان للمساحات الخضراء والمفتوحة و2,500 فدان للمشروعات الخدمية والترفيهية زي المولات التجارية والمطاعم والنوادي وأماكن الرعاية الصحية. لما بنقول إن مستقبل سيتي مدينة ذكية فده عشان بتوفر شبكة تواصل ضخمة بتوصل السكان بخدمات المدينة عن طريق موبايل ابليكيشنز، ده غير كل حاجة فيها بتتنظم بشكل ذكي، من شبكات الاتصالات الضوئية السريعة للكاميرات اللي موجودة على البوابات والطرق عشان تحافظ على أعلى مستوى من الأمان. المدينة مزودة بنظام ذكي بيراقب ضغط المية ويتأكد من سلامة مكوناتها، وسمارت لايتنج سيستمز بيتحكم في إضاءة الشوارع وشدتها بشكل تلقائي. فيها كمان سمارت الكتريسيتي ميتر سيستم اللي بيراقب كفاءة الكهرباء وبيوفر استهلاكها، ونظام الري الذكي اللي بيحافظ على الحدائق وبيوفر المياه. مستقبل سيتي بتقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا في المرافق والحياة اليومية مع الكفاءة في استهلاك الموارد، عشان توفر على سكانها أي مصروفات زيادة وأي إهدار في الطاقة، وعشان تبقى مدينة مستدامة بجد، مدينة النهاردة اللي حاطة عينيها على بكرة وعاملة حساب الأجيال الجاية. المين سباين في مستقبل سيتي هو شريان المدينة الرئيسي، واللي صممه المهندس المعماري الشهير شهاب مظهر، وهو محور تجاري ترفيهي عالمي طوله 12 كيلومتر بيربط مراحل المدينة كلها ببعضها. بطول المحور هتلاقي فنادق عالمية ومولات ومدارس انترناشنال ونوادي ومدينة ترفيهية كبيرة، وفوق كل ده المحور بالكامل متزين بسلسلة حدائق متنوعة مستوحاة من أشهر حدائق مصر التراثية بترتيبها التاريخي وبآلاف الأنواع من الزهور اللي أعيد إنتاجها مخصوص عشان مستقبل سيتي. إحنا عارفين قد إيه المساحات الخضراء مهمة في حياة الإنسان صحياً ونفسياً، وعشان كده في المين سباين اخترنا كل أجمل نباتات كانت موجودة في مصر من أيام الخديوية، وأعدنا إنتاج حوالي 4,000 نوع جديد من الأنواع اللي اندثرت عشان نزين بيها المحور الرئيسي في مستقبل سيتي، عشان نعيد إحياء نفس النمط الحضاري اللي كان موجود في القاهرة القديمة. الكلام ده مش مجرد أفكار أو خطط، الكلام ده بدأ يبقى حقيقي، ويوم بعد يوم البنى في مستقبل سيتي بيكبر وبيتطور أكتر. بوابات المدينة المميزة والطرق المؤدية ليها بقت جاهزة، البوابات اللي هتبقى علامة على الطريق وهتبقى من معالم القاهرة الجديدة. الوحدات السكنية بقت جاهزة للتسليم وفي وحدات اتسلمت بالفعل. شبكة الكباري اللي بتربط مراحل المشروع ببعضه بقت جاهزة، محطات تحلية المية قادرة تشتغل بكل طاقتها، ومحولات الكهرباء العملاقة دلوقتي بتغذي المشروع، وخزانات الري النهاردة بتوصل المية للحدائق. في قلب مستقبل سيتي هتلاقوا مشروعنا البوسكو سيتي، موقعه استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، بيفصله عن مدينتي سور وبيطل على البوليفار والمين سباين أو الشريان الرئيسي لمستقبل سيتي، على بعد دقايق من الجامعة الأمريكية وشارع التسعين الجنوبي، ودقايق من مسجد الفتاح العليم والعاصمة الإدارية الجديدة.
تقدر تشوف أبراج العاصمة من أرض المشروع، يعني في نص الأحياء والمناطق المهمة والمميزة في شرق القاهرة. باختصار البوسكو سيتي في النص بين الجولدن سكوير ومدينتي والعاصمة الإدارية، يعني في أهم لوكيشن في القاهرة الجديدة. المميز في البوسكو سيتي إنه بيجمع بين مميزات الكومباوند وخدمات المدينة، يعني لأول مرة هتلاقي هدوء وخصوصية وأمان الكومباوند، وفي نفس الوقت هتلاقي المدرسة والنادي والمطاعم والمولات ومركز الرعاية الطبية حواليك. الخدمات دي مش بس متاحة، هي متاحة وقريبة جدا كمان، لأن المشروع قائم على كونسبت ال15 minute city، يعني أي مكان خدمات سواء مدرسة أو نادي أو مول أو مكاتب، كل ده تقدر توصله في زمن أقصاه 15 دقيقة مشي أو بالعجلة، أو بمعنى تاني أبعد مكان عنك هيبقى على بعد 15 دقيقة بس من بيتك. النموذج ده هو أساس الحياة المريحة في مجموعة من أجمل مدن العالم، باريس، برشلونة، نيويورك وملبورن. الدراسات اكتشفت ان وصولك لأي مكان في أقل من 15 دقيقة بيحافظ على الانرجي ليفلز وبيخليك توصل وانت مرتاح، مش مرهق ولا زهقان من طول المشوار. وده كان مصدر إلهام لينا عشان نطبق الفكرة في البوسكو سيتي. استثمارات البوسكو سيتي 22 مليار جنيه، وفي خطط الشركة السنة دي اننا نضخ مليار جنيه للإنشاءات. كل يوم عجلة البنى بتبقى أسرع والتقدم بيبقى أكبر عشان نسلم العملاء في موعدنا. أول تسليم هيكون في 2024. المشروع متقسم لمناطق مختلفة، كل منطقة لها الطابع الخاص بيها من الناحية المعمارية، وده نجحنا في تقديمه بالتعاون مع المعماري الإيطالي الشهير ستيفانو بويري. كل منطقة مختلفة عن التانية، في مناطق خضراء للاستجمام والمديتيشن، ومناطق لألعاب الأطفال، وفي مساحات مائية كتيرة جدا للسباحة أو الاستجمام. البوسكو سيتي بتطرح 3 زونز، هما لا ناتورا بريفاتا وسيلا ولا فالي. كل زون ليها شكل مميز وطراز معماري مختلف، حتى أنواع الوحدات في ال3 مناطق مختلفة عن بعضها. الزون الأولى اللي بتقدمها البوسكو سيتي هي لا ناتورا بريفاتا. المبنى في لا ناتورا بريفاتا عبارة عن فيلتين ودبل فيو هاوس، منهم الجاردن فيلا اللي فيها الجنينة بالدور الأرضي والدور الأول، والسكاي فيلا اللي هم آخر دورين في المبنى بالروف تراس. وبين الفيلتين عندنا الابارتمنتس اللي هي دبل فيو هاوسز. اما الجزء الاهم في لا ناتورا بريفاتا هو الجيتد زون اللي فيها فيلاز ودبل فيو هاوسز ببرايفت بولز، بتوفر الامان والخصوصيه لكل افراد العيله. والمساحات عموما في لا ناتورا بريفاتا بتتراوح ما بين 212 ل 238 متر. الزون الثانيه في البوسكو سيتي هي سيلا، واللي بتقدم نموذج فريد من نوعه، وهو مبنى الاركيتكت بلس اللي بيوفر تيرس بمساحه كبيره لكل ابارتمنت، ممكن استغلالها كمالتي بيربز اريا، يعني كأن عندك روف خاص لكل ابارتمنت في المبنى. سيلا زون فيها كمان ابارتمنت بيلدينجز بتقدم اختيارات متنوعة جدا من الشقق اللي بتبدأ من 1 bedroom to 4 bedrooms مع اختيارات إضافية، زي ان بعض الشقق بيبقى معاها جاردن أو ميدز روم وجاردن. لافالي هي الفيز الثالثة، وهي منطقة الفيلات في البوسكو سيتي، مساحات كبيرة للشوارع ولاندسكيبس مبهرة ومساحات مائية بين الفيلات، وفي كل مكان في الزون فيها جرين ريفر تاون هاوسز، ودي وحدات بمساحات كبيرة بتطل على الجرين ريفر، أكبر مساحة خضراء وأجمل فيو ولاندسكيب في البوسكو سيتي. هتلاقي كمان في لافالي اختيارين من التوين هاوسز والتاون هاوسز بمساحات من 239 ل 257 متر، وبيكونوا من 3 غرف. منطقة الفيلات فيها كمان 4 اختيارات من ستاند الون فيلاز بتبدأ من 282 متر ل 495 متر، وكل الفيلات 3 bedroom و 4 bedrooms زائد روف تيرس، جاردن، ليفينج روم وميدز روم. في البوسكو سيتي كل حاجة معمول حسابها عشان تقدم أحسن تجربة سكنية متكاملة في القاهرة الجديدة، مكان مريح وصحي وهادي وآمن مع كل الخدمات والترفيه اللي ممكن تحلم بيه.